الأكلات الشهيرة الكشري اللي كلنا بنحبه كبير وصغير، وطبعًا ما ننساش الدقة الحامية وكمان اللي بالخل، وعملنا جنبها كمان عيش محمص أو مقلي زي ما أنتِ عايزة. يالّا بينا بسرعة، أول حاجة نُص مَج من العدس البني تمام، وحطيناه في مَيّة سخنة، وكمان حمص وحطيناه في مَيّة سخنة وحطيناهم على النار. وبعد كده ده سِبناه خلاص بقى يستوي مع نفسه، جبنا بصل بتكتري من البصل تمام الأبيض وبتقطّعيه، وبعد كده تحطّي له معلقة خل ومعلقة من الفلفل الأسمر ومعلقة من الملح، وبتسيبيه على جنب. وبعد كده بنجيب الرز، بنحط الرز والشعرية، بنكتّر الرز أكتر من الشعرية كمان. وبعد كده عايزة تحطّي العدس البني على الرز تمام، عايزة تسيبيه زي ما أنا سِبته لوحده تمام. بعد كده نجيب البصل وبنحط له دقيق ونشا وبنحطه في النار، وبنخلي بالنا واحنا بنسويه علشان ما يتحرقش مننا. وبعد كده بنجيب بقى الصلصة العادية، زيت وتوم وكمان كمون وملح وفلفل اسمر، بس كده. والصلصة اذا كانت مش متسبكة بتسبكيها، ولو متسبكة زي كده بتطلعيها من الفريزر وخلاص. زي ما احنا شايفين ما بتاخدش معانا غلوتين. جبنا دلوقتي زيت وحطينا فيه معلقة كبيرة من الشطة، وحطينا على طول بعدها محمرناها بسرعة ما بتاخدش وقت، على طول حطيت شوية صغيرين من الصلصة اللي احنا عملناها، دقة الخل، مية وليمون وكمون وثوم وخل، هي دي الدقة. وبنخليها طبعا على النار تسخن. وطبعا انا كنت سلقة كمان المكرونة اسباجيتي ومكرونة من اللي هي الصغيرة. وبكده خلصت وصفتنا، يا رب تكون عجبتكم. ولو عايزة تعملي الكشري كل ده مرة واحدة في حلة واحدة اعملي، بس انا بصراحة بحب اسلق المكرونة علشان النشا. وبكده خلصت وصفتنا.